نكفنه. لكن في الصوره عند روم الارثوذكس بيكفنوه، يرسموه متكفن ويحطوه في قبر. فكأن الطفل ده جاي لهدف، هو جاي يكون ذبيحه، جاي من اجل خلاص البشر. الجميل فيه ان هو محدد هدفه من البدايه، هو عارف هو جاي ليه. الفتره اللي عاش على الارض هو بيعلمنا فيها، لكن هو برضو الهدف قدامه. لما جاء بطرس يقول له حشاك يا رب، قال له ابعد عني يا شيطان. لا، اوعى تفتكر انت ممكن تأثر عليا او تشيل الهدف بتاع الصليب اللي في ذهني. انا الصليب ده قدامي من يوم ميلادي، من يوم ما اتولدت وانا الصليب ده في ذهني. انا جيت ذبيحه، اتولدت في بيت ذبايح عشان انا عارف في يوم من الايام هتقدم ذبيحه. فكان قدامه هدف، هدف واضح. طب وده نتعلم منه ايه؟ نتعلم كمان انا يكون عندي هدف. انا ابن ربنا، ابن المسيح، برضه من منذ طفولتك وانت لسه عندك 40 او 80 يوم دخلت المعموديه. فلما دخولك بالمعموديه وضع عليك الجعاله. يعني وضع عليك الجعاله، اصبح كده ان انت في هدف قدامك ربنا طلبه منك بمجرد ما دخلت المعموديه، ان انت تكون ابن ليه. اواني مطهره لقبول نعمه ربنا. ده الهدف اللي ربنا حطك من اجله، وبداته برضه وانت لسه صغير. بدأته وانت صغير، وانت لسه عندك 40 يوم و80 يوم، حتى لو كنتش مدرك. بس بدأت الكنيسة تأهلك منذ 40 يوم أو 80 يوم، تقول لك خلي بالك انت إناء مختار لربنا، انت شخص مختار لربنا، انت مكرس لربنا. فانت إناء مختار لربنا، فده الهدف اتحط قدامك. ان انا اكون ممتلئ بالنعمة ده هدف، ان اكون قديس ده هدف، ان اكون انسان بيطبق كلمة ربنا في حياته هدف. تقول لي يعني صعب والحياة القداسة دي يعني ربنا هيدينا معقولة زي القديسين؟ لا، ده وصية. ده ربنا حط ده قدامك منذ ميلادك، زي ما هو كمان في منذ ميلاده كان حاطط الصليب قدامه. هو ده كان الهدف بتاعه. كان اي حد يكلمه ان هو ما يموتش يقول له لا حاشاك يا شيطان. قال كده لبطرس، اوعى تغير الفكرة دي من دماغي. راح في بستان جسماني، الملاك قدم له كاس، الكاس بتاع خطايانا عشان يشربه، وهو عارف انه رايح للصليب. ويقول كده بدأ يكتئب ويحزن. يكتئب ويحزن مش ان هو مش عايز يروح الصليب خالص، ده بيكتئب ويحزن ان هو قدوس ووضعت فيه ايه؟ الخطيه، ما قدرش يحتملها. فلما خدها من الملاك في الكاس ما قدرش يحتمل الخطيه، فاكتئب وحزن. يعني الخطيه دي بتولد حزن وكآبه، وده فعلا احنا بنحس بيه. تعالى كده حضرتك اغلط او اعمل خطيه، تلاقي بعد الخطيه، وقت الخطيه في لذه، وقت الخطيه في راحه، بس بعد الخطيه في كآبه وفي حزن وفي ان انا محتقر نفسي، مش قادر ابص لنفسي في المرايه حتى، ومستقلب نفسي قوي، وجوايا كآبه وحزن صار رهيب. هو ده اللي حس بيه المسيح في جثماني. هو ده اللي حس بيه المسيح، لكن الهدف ما تشالش من ذهنه ابدا. فانت كمان الهدف بتاعك لازم يكون كده. ممكن نكون في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي انا حياتي مش كده، بس يمكن في كل سنه جديده، في سنه جديده الظروف رتبت ان ربنا يتولد في بدايه العام، نفتكر بميلاد ربنا بدايه السنه الجديده، ونطلب الطلب المشهور جدا، نقول له يا رب ارجوك ما تتولدش في مزود، اتولد في قلوبنا.
اشك ان انتم مركزين معايا. ارجوك يا رب تولد في قلوبنا، ولما تتولد في قلوبنا غير حياتنا. اقعد يا حبيبي، اقعد يا ابني، اقعد. أنا معاك في البيت، ابقى باي باي لها براحتك، اقعد. فلما يتولد في قلوبنا غير حياتنا، زي ما ناس كتيره غير حياتهم. يعني احنا نبص لمريم المصريه بتعجب، ازاي الشخصيه دي اتغيرت كده. اوعوا تفتكروا ان الموضوع طوبه ونقول الكلمتين في عجاله كده. الست دي اتألمت 17 سنه عشان حياتها تتغير. مين فينا يقدر يتألم 17 سنه؟ عاشت 17 سنه خطيه، قدامهم 17 سنه ألم، اليوم بيوم. تخيلوا اليوم بيوم. ما بقتش مش سواح كده عشان خاطر هي قررت تتوب. لا، ما كانش القرار كده شفوي وخلصت. لا، ده عاشت 17 سنه واحده ست بطولها في بريه. شوف احنا الكلام ده ممكن سنه 400 وشويه، لغايه دلوقتي لما تروحوا بريه الاردن تلاقيها غير مأهوله بالسكان لغايه النهارده. لغايه يومنا ده تروحوا بريه الاردن يمكن دلوقتي مثلا كنا نتكلم على بريه شهيد ونقول ان بريه شهيد دي مكان صحراء وما فيهوش ناس. نروح بريه شهيد النهارده كلها سكان، 3 اديره كلها عمارات وبيوت. لان لغايه يومنا النهارده بريه الاردن لغايه دلوقتي لسه محتفظه بالطابع الصحراوي بتاعها. ما بالكم من حوالي 1500 سنه كان شكلها عامل ازاي؟ ده كانت موحشه موحشه يعني. حاجه صعبه جدا واحده ست بطولها تعيش في مكان زي ده. لا راهب يسند، ولا اب اعتراف يرشد، ولا اي حاجه. يعني مش تحيز لمريم المصريه، بس لما احط انبا موسى قدام مريم المصريه، مريم المصريه كفتها الطب. ليه؟ اولا ده كان راجل ودي كانت ست، ادي اول كفه تطب. الست اضعف. هو راح الدير وكان عنده اب اعتراف وراجل نفسه طويل ومثابر لدرجه عنده استعداد ياخد اعتراف واحد بس 11 مره في اليوم. انبا موسى في يوم واحد اعترف 11 مره. كل شويه كل ما يجي له فكر شرير يروح يعترف. والتاني قابل وصدره واسع ويسمع ويقرا له التحليل. يروح شويه ساعتين زمن ويرجع تاني يقول له جالي فكر شرير، يسمعه ويقرا له التحليل، يمشي ويرجع 11 مره في يوم. لا اب اعتراف يعني ملاكي قاعد له طول النهار ياخد اعترافات، وصدره واسع ورحب. ولا مره زعق له ولا قال له عيب عليك انت بقيت راهب بقى خلاص انسى الكلام ده خالص. واحد صدره واسع. انبا اسيزوروس ده يعني يرجع توبه انبا موسى من سنده انبا اسيزوروس ليه. حتى في الدير حاطين انبوبتين جنب بعض، انبا موسى وانبا اسيزوروس جنب بعض. ليه سنده؟ فلقى سنده في الدير كبيره قوي، لقى سنده كبيره قوي في الدير. لا انبا اسيزوروس بيسند. كان في الوقت ده كان ابو مقار موجود. ابو مقار كان موجود. يعني لقى سنده كبيره، ولقى رهبان، ولقى قلايه، ولقى اكل وشرب. دي كانت بتاكل عدسه في اليوم، حبايه عدس واحده عشان ما عندهاش اكل. الله اعلم جابت العدس ده منين، بس هي اللي قالت كده. كنت باكل حبايه، او ممكن تقصد بمقدار حبايه عدس في اليوم. حبايه في اليوم. مفيش اكل، لا في اكل ولا في معين ولا في مرشد. 17 سنه قاعده بتحارب عشان تقلع الانسان العتيق وتلبس الجديد. بتحارب في التغيير. ربنا علمنا كده كمان ان هو طفل ما استمتعش بطفولته. ما كانش بقى هدفه انه يلعب ويجري ويتفسح خالص. هو عنده 12 سنه واقف في الهيكل بيحاج المعلمين بتوع اليهود. واقف بيقول لهم بالحجه، ده الناموس بيقول، ده الكتاب بيقول. ما كانش عايش طفولته. 12 سنه واقف في المجمع بيتكلم وبيوعظ عنده 12 سنه. تخيلوا كده لما طفل 12 سنه يخش مثلا زي كليريكيه. المجمع ده زي الكليريكيه بتاعتنا دلوقتي، وكل اللي قاعدين في الكليريكيه كلهم يعني جبهزه وعلماء.
وده واقف بيحاججهم، يعني بيناقشهم. فده ايه؟ ده ايه الطفل الغريب ده؟ لا، فهو حاطط هدف. الوقت ضيق، العمر مقصر، العمر مش قاعد لي، الزمن مش ابدي، عمري على الارض محدود، اقدر اخد اللي اقدر اخده. ده اللي نقدر نتعلمه من طفل المزود. اعتقد هو ده الدرس اللي هو كان عايز يقوله لنا ليه اتولد في مزود. عايز يقول انا الهدف قدامي من اول لحظه، وانت كمان من اول لحظه عمدناك ونزلناك المعموديه، فالهدف اتحط عليك. بولس الرسول بيقول ويل لي ان كنت لا ابشر. ويل لي. تقول لي ده بولس، احنا مالنا؟ لا، ما انت كمان نفس الكلام. انت مطلوب منك تبشر اهل بيتك. ويل لك ان كنت لا تبشر. انت ذات نفسك تكون كرازه على الارض. ويل لك ان كنت لا تبشر. يعني انت مش بس خلاص نفسك، لا، ده انت كمان مسؤول عن خلاص الاخرين، على الاقل وبالاحرى اهل بيتك. يعني لو عرفت تخلصهم ده يبقى نعمه وفضل من ربنا كويس قوي. ربنا مش هيطلب منك اكتر من كده. انت بقى عايز اكتر من كده، ووسعت نطاق خدمتك شويه للجيران، لغير الجيران، قدرت تكرز وسطيهم، حلو. ما قدرتش، وبالاحرى اهل بيتك. ليه؟ لان ده دم على راسك، هتروح منه فين؟ ربنا قال لك ان انت مسؤول عن اهل البيت ده. انت مسؤول عن زوجك وخلاص نفسه. تقول لي ما برضاش، بكلمه ما بيرضاش. انتوا بس اللي نفسكم قصير. القديسه مونيكا صلت من اجل اغسطينوس 20 سنه. هل انت صليتي من اجل جوزك 20 سنه؟ مفيش. ما اعتقدش ان حد صلى بلجاجه 20 سنه من اجل حد وقلبه ما اتغيرش. احنا بس اللي نفسنا طويل، وبنصلي بفتور، وبنصلي بعدم ايمان، وبنصلي واجب عشان ابونا قال. اصل ابونا قال صلي لجوزك، فيا رب اهديه وشكرا على كده. وممكن ما اصليش، هي حته ورقه كده هكتبها من غير نفس، خد ابونا بقى صلي لله، وبقى عملت اللي عليا، رميت الموضوع من على دماغي. مش مشكله، ابونا يصلي، انا بالنسبه لي مش عايز اصلي له، يبقى انا بالنسبه لي عملت اللي عليا خالص. مش هو ده. مش هو ده اللي احنا ممكن نتعلمه من طفل مزود لما اتولد جوه مزود بقر، جوه زريبه. كان هدف اللي عايز يقوله لنا، انا حاطط الهدف من اول لحظه في حياتي. انت كمان لازم تكون كده. انا حاطط هدف من اول يوم في حياتي. قلبي ده لازم يتغير، لازم يتملى بنعمه ربنا. بنطلب من ربنا في كل قداس اجعلنا يا رب اواني مطهره لقبول نعمتك، اللي هو المناوله. هل احنا فعلا لما بنتقدم للمناوله بيبقى احنا فعلا اواني مطهره لقبول النعمه دي ولا لا؟ جمله ما بتعجبنيش من بعض الناس: المناوله ليست بركه. المناوله مش بركه. المناوله يا نعمه يا دينونه، ملهاش تالت. يا نعمه يا دينونه. تخش تتناول تتملي نعمه او تتملي دينونه. لكن تقول لي انا واخد بركه، لا، خد بركه من اجساد القديسين، خد بركه من صور القديسين، خد بركه من الزيت اللي ابونا ممكن يوزعه في الكنيسه. ده بركه. المناوله دي لا، دي ما فيهاش يا اتحاد بالمسيح يا دينونه، لان انت خدت جسد المسيح ودمه بدون استحقاق. كلنا غير مستحقين، حتى ابونا اللي واقف على المذبح، لكن على الاقل حاسس بعدم استحقاقه وبترجى ربنا انه يديله الاستحقاق ده. ابونا في كل قداس يقول انا الغير مستحق. كل قداس يقول كده: حللنا وحل كل شعبك، انا يا رب الغير مستحق. ده هو ابونا اللي بيقدس ذات نفسه، قال غير انا غير مستحق. بس هل ده معناه ان احنا كلنا غير مستحقين نتقدم للتناول بعبالنا؟ هل ده ينفع؟ هل انا ما اقدسش ذاتي؟ اللي خلى ان الكتاب بيقول من اجلهم اقدس انا ذاتي. اجلهم دول ولادي، سواء الجسديين او في الخدمه او اي حد انا بصلي له من اجلهم اقدس ذاتي. ونكتفي بهذا القدر. توصل لكم المعلومه؟